مؤمن ابن أحمد ابن محمد في خطوبة؟ في خطوبة إن شاء الله. إيهاب ابن صباح في تصالح ما بيننا؟ في تصالح إن شاء الله وعتاب. ليلى. طبعا يا جماعه اللي انتم شفتوه ده اسمه شغل العرافه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فلم يصدقه فلن تقبل له صلاة 40 يوما. لا يعلم الغيب إلا الله. لما ندخل أسأل حد أقول له أنا هتجوز ده ولا مش هتجوزه، أنا هفترق عنه ولا مش هفترق، هي هذه المرأة تعلم الغيب؟ لا تعلم الغيب. وهذا يا جماعة الأمور دي هذه شرك، أمور شركية، شرك بالله عز وجل. ان انت وخلي بالكم ده امر عظيم يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فلم يصدقه فلن تقبل له صلاه 40 يوما. طب الحديث الثاني يقول لك ايه؟ يقول لك ايه؟ فمن صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. يا جماعه التوحيد والعقيده ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار. فرساله لكل واحد بيطلع على السوشيال ميديا وبيعمل الكلام ده عشان المشاهدات، هذا شرك بالله عز وجل. تخيل بس اللي بيسأل لن تقبل له صلاة 40 يوم، تخيل اللي بيسأل ويصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. ما بالك بقى بالشخص ذات نفسه اللي بيعمل كده؟ وانتي مش اي حد تلاقوه على النت عمال يعمل كده وتدخل تقول له انا هتخطب ولا لا، انا هشتغل ولا لا، انا هتغني ولا لا. هذا لا يجوز. شايفين يا جماعه التعليقات، كميه التعليقات قد ايه؟ اللي داخل يسأل بتسأله يا جماعه وحد يعرف الغيب الا ربنا؟ لا يعلم الغيب الا الله عز وجل، لا يعلم الغيب الا الله عز وجل. كل الكلام اللي العرافات والناس دي بتقوله يا جماعه هذا دجل وهذا عرافه، وهم ما يعرفوش الغيب. هي بتقول كده وخلاص، اي كلام في اي كلام. والله يا جماعه اي كلام في اي كلام. فالله يكرمكم ويبارك فيكم. اللي نستفيده يا جماعه اللي ما حدش يشوف حد على السوشيال ميديا بيعمل نفس اللي بتعمله هذه المراه، تمام، ويخش يسالها، لان هذا شرك بالله عز وجل. ومجرد بس السؤال مش هيتقبل لك صلاة 40 يوم. طب سألت وصدقت فقد كفر بما أنزل على محمد. ونصيحة لهذه المرأة: توبي مما تفعلين، لأن هذه عرافة وهذا دجل وهذا شرك بالله عز وجل. ربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم يا جماعة. ويا ريت يا جماعة ما نعملش أي حاجة في ديننا دين الإسلام إلا لما نعرف الصح من الغلط، عشان يا جماعة الدين مش هزار، الدين مش لعبة. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.